يصعد على الأكتاف بعد جمايله، لجل قال عنه أشار بالبناني. الله يستر اللي يتفاخر بفعايله، يقول: أنا اللي أدخلتكم أبواب الجنان. في الحديث المرفوع: لا يزال الرجل يذهب بنفسه في التيه حتى يكتب في الجبارين. قال مالك بن دينار: كيف يتيه من أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وهو فيما بين ذلك حامل عذرة؟ كان يقال: لولا ثلاث سلم الناس: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. قال بلال: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا فقد تمت خسارته. قال بعض الحكماء: البلية التي لا يؤجر عليها المبتلى بها العجب. وكان يقال: لا شيء أكلم للمحاسن من العجب والتيه.